ازيكم يا جماعة؟ واول فيديو عن ريال مدريد في الموسم الجديد 25-26. يا رب ان شاء الله يبقى موسم حلو وسعيد علينا كلنا ان شاء الله يا رب، ونبقى نحقق فيه الثلاثية لأول مرة بقى ان شاء الله، دوري ودوري ابطال وكاس تحت قيادة تشابي الونسو. النهاردة عن الفيديو هنتكلم في ابرز الحاجات اللي قالها تشابي في المؤتمر، تشكيلة الفريق المتوقعة، القائمة المستدعاة للماتش، اهم اللعيبه في فريق اوساسونا واللي هتوجه خطوره كبيره على ريال مدريد. فعمل لايك وفولو كده علشان توصلك كل الفيديوهات اول باول، وصلي على النبي ويلا بينا نبدا الفيديو. ريال مدريد النهارده هيواجه اوساسونا في ماتش كان عليه لغط كتير جدا، وان هو هيتاجل لحد يوم الثلاث، في حين ان البطوله والدوري بادئ من يوم السبت، وان ريال مدريد كان طالب ان هو يتاجل له الماتش بسبب ان هو بيلعب في كاس العالم وواصل لنص النهائي. فكان بيطلب ان هو يتاجل له الماتش عشان اللعيبه تقدر ان هي تاخد راحه كافيه. فالاتحاد الاسباني طبعا قال لك بقى ايه، انت الفلوس اللي انت محققها دي مش قد 10 اضعاف ميزانيه الفرقه، وقصص كده ملهاش اي 30 لازمه ولا تفهم هي بتتقال ليه. ولكن قالوا له اخرك معانا ان احنا ناجلك الماتش اليوم الثلاث وبعد كده تبدا السيزون. اي نعم ده هيزنقنا فيما بعد، ولكن تمام. فالماتش هيتلعب النهارده الساعه 10 بالليل ما بين ريال مدريد واوساسونا في افتتاحيه الدوري للفرقتين. قائمة الفريق المستدعاة للماتش كانت نزلت النهاردة. بالنسبة للحراس هم كورتوا واندريا لونين وسيرجي ميستري. بالنسبة للمدافعين هم كارفاخال وميليتاو والابا وترينت واسينسيو وكاريريس وفران جارسيا ودين هاوسن. طبعا القائمة دي بتشهد استبعاد روديجير بسبب الايقاف اللي هو واخده عن الماتش ده. وبالنسبة لخطوط النص هم فالفيردي وتشاوميني واردا جولر وسيبايوس، والطفل او الموهبه الشابه تياجو اللي الونسو كان معتمد عليه كتير جدا في فتره التحضيريه القصيره اللي كانت اتعملت والماتشين الوديين، وكان معتمد عليه بشكل كبير وان هو بيلعب وهياخد وقت معاه. وبالنسبه لقائمه الهجوم فهم فينيسيوس جونيور ومبابي ورودريجو اللي فيه كلام كتير جدا ان هو ممكن يبقى قاعد السنه دي، وجونزالو جارسيا وابراهيم دياز، ولاول مره ماستانتونو. التشكيلة المتوقعة اللي يبدأ بيها النهاردة ريال مدريد الماتش قدام أوساسونا هي تقريبا نفس التشكيلة اللي لعب بيها قدام تيرول النمساوي، ولكن بفرق بسيط جدا، وهي في حراسة المرمى تيبو كورتوا، رباعي خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد ودير ميليتاو ودين هاوسن وكاريراس. ثلاثي خط النص هيكون مكون من تشاوميني واردا جولير، والتغيير ان مكان سيبايوس هيكون فالفيردي، وتشهد عودة فالفيردي بعد ما كان بيعاني من شد كده خفيف فما لعبش الماتش الودي ده. وثلاثيه الهجوم هتكون كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور وابراهيم دياز. اغلب التوقعات ان ابراهيم دياز هو اللي هيبدا، مش رودريجو مش ماستانتونو تشابي الونسو قال عليه كلام حلو قوي، هنجيله في الملخص بتاع المؤتمر بتاع تشابي الونسو. ولكن ان هو ممكن ياخد وقت، ولكن مش ان هو يبدا الماتش. اعتقد ان هو هيبدا الماتش بابراهيم دياز عادي جدا. ابرز لاعبين اوساسونا في المراكز الهجوميه، والاول معانا وهو انتي بوديمير اللي السنه اللي فاتت كان بينافس على هداف الدوري اصلا مع كيليان امبابي وليفاندوفسكي، كان هو الثالث وكان جايب 21 جون ورا ليفاندوفسكي، وطبعا الاول وهداف الدوريات كلها والحذاء الذهبي كيليان امبابي. فانتي بوديمير يعني مهاجم خبره في الدوري الاسباني الكرواتي، هو لاعب كويس بقاله فترة ثابت نفسه في الدوري، والسنة اللي فاتت زي ما بقول لك كان بينافس على صدارة الهدافين، فهو لعيب جامد جدا 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 وزار شباك الريال كتير. ونروح للاعب التاني وهو فيكتور مونوز. واللي ما يعرفش مين فيكتور مونوز، ده لاعب ريال مدريد الناشئ اللي السنة اللي فاتت نزل في اخر ماتش قدام برشلونة وضيع الانفرادة وحطها بره. وللأسف هو ده، انت اول ما انا حكيت لك انت هيجي في دماغك السيناريو اللي هيحصل النهارده، ان هو نزل وضيع ماتش الكلاسيكو فاتباع، وهيجي النهارده علشان يسجل هدف في ريال مدريد او يصنع اسيست ويحاول ان هو يصعب الماتش كده على ريال مدريد.
اما بالنسبه لابرز الحاجات اللي تشابي الونسو اتكلم عنها في المؤتمر الصحفي بتاعه، فهو مثلا اتسال على رودريجو، فهو كان بيتكلم على ان دايما الفتره بتاعت الانتقالات الصيفيه بيبقى فيها اشاعات كتير، ولكن اللاعب حاليا هو جاهز بنسبه 100%، وجاهز ان هو يكمل في ريال مدريد وان هو يخش معاه السيزون، وان هو هيبقى بيعتمد عليه في الفتره دي، وان هو يعني جاهز للعب. وتاني حاجة اتسأل عن وعده للجماهير، فهو حب يتكلم ويقول ان هو بيحب ان هو يعمل اكتر من ان هو يتكلم، او بمعنى ادق اللي هو الرد في الملعب يعني، وان هو عايز يبدأ هذا الرد من اول بكرة اللي هو الماتش بتاع النهاردة قدام اوساسونا. فاتمنى يكون فعلا الرد في الملعب ونبدأ رحلة تاريخية مع تشابي الونسو. بعد كده اتسأل عن العلاقة ما بين فينيسيوس جونيور ومبابي، وازاي ان هو يقدر يولف ما بينهم وفي عملية الضغط، وان الملعب يبقى بيستوعبهم هما الاثنين. فهو كان بيتكلم ان احنا فريق واحد وبنضغط ككتلة واحدة وندافع ككتلة واحدة، وما بيحاولش ان هو يبدي حد فيهم على التاني، فحلو قوي من تشابي الونسو. وبعد كده كمان اتكلم في ان هو المنافسة عنده في الباك اليمين، ان هو عنده كارفاخال وعنده ارنولد، فهو كان بيتكلم ان دي حاجه حلوه وحاجه تبسطه ان هو يبقى عنده في المركز ده لاعبين من الافضل يعني. وكمان اتسال على ماستانتونو، فهو كان بيشيد بان اللاعب كويس، وان هو هيدخله واحده واحده في الماتشات برضو، وان هو فيما بعد هيبقى بيعتمد عليه في هذا المركز. وبس كده، ده كان ابرز اللي حصل في المؤتمر الصحفي بتاع تشابي الونسو اللي كان امبارح، وابرز التشكيلات بتاعه لعيبه اوساسونا والتشكيله المتوقعه لريال مدريد وقائمه الفريق. فاعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكوره عن الفانتازي، وان شاء الله يبقى موسم حلو ومليء بالفيديوهات والبطولات. سلام.